صباح الانوار، اهلا بيك في الدرس السابع من جنبية الملك. بيبدا ب E4 E5. تلعب انت ال F4 معلن اختيار لجنبية الملك، بتقول له كل البيدق زي ما شفنا كل الحلقات اللي فاتت، ولكن النهارده الراجل هيبقى له راي مختلف. هيلعب الدي 5 فالك بير كاونتر جامبت، وبيقول لك لا انا مش هاكل هذا البيدق، انا برفض الجنبيت. بس هو فعلا بيرفضه ولا عنده راي تاني؟ طيب انا العب ايه كلاعب ابيض؟ ينفع اكل هذا البيدق؟ هيبقى يعني خطأ شديد. الرد الامثل لانقاذه ممكن انقاذه تلعب الجي 3، يقوم هو ياكل، تغطي، ياخد الرخ، تفوق 5 على الانجن، الدور خلص، الموضوع انتهى. اذا ما ينفعش اكل هذا البيدق. الحل الصح ان انا اكل البيدق دوت وهو ياكل البيدق ده الحل الاصح وان الاكثر شيوعا. ممكن يزيح الاي 4 ستانتون لاين او يلعب السي 6 ونيمزوفيتش فاريشن او ديفense او حاجه زي كده. طيب ناخدهم واحده واحده ومورناش اي حاجه. تعال نشوف انها الاكثر شيوعا والادق ان هو ياكل. وانا هنا بعمل ايه؟ هطور النايت، يطور النايت بتاعه وعايز ياخد البدء بالنايت، بدل ما ياخده مثلا بقى بالوزير وحضرتك تنط. لو خده مثلا بالوزير حضرتك هتطلع تكسب تيمبو على وزيره، فهو مش هياخد بالوزير، هيطور النايت، هتطور البيشوب وبيسقط هذا البدء. السؤال هو الراجل ده استفاد ايه من هذه اللعبه؟ اقول لك استفاد انه فتح لجزء البيشوبز بتوعه، فتح للوزير، دنيته يعني عنده فرص هجوميه قويه جدا. ما عادش عندك انت احلام الدي 4 والاي 4 والسيطره الممتازه على السنتر، كل الكلام ده راح. ولكن احقاقا للحق، هل هذا التفريع تفريعا جديدا ام اخدناه قبل كده؟ تعال افكرك بحاجه. انت بتلعب جنبية الملك عادي، وقبل هو الجنبيت في الدرس رقم 4 طورت انترنت عشان تمنع الوزير من انه يعمل هذه الكش. في الدرس رقم 4 كانت نقلة الدي 5 والمودرن ديفنس او الدفاع الحديث. كنا بناكل وكان بيطور النايت، بنطور البيشوب وكان البدء بيسقط. ده نفس الشكل اللي شفناه. يبقى اذا هذا التفريع اكنه قبل الجنبيت بلعبة الدي 5 والتفريع الحديث. نعيدها تاني عشان تصدقني. اهو يا سيدي، اهو نفس الشكل هو. صدقتني؟ طيب مش عايز ارخم عليك ارجع للدرس رقم 4. تعال نيجي نقرا بسرعة. انا ببيت بيطور البيشوب، اسحب يا عم البيشوب عشان نلعب السي 4 من ناحية وعشان خاطر ما يبقاش هذا البيشوب هدف تكتيكي. طور البيشوب التاني، ازيح على النايت. على فكرة الانجن بيقول له ارجع بهذا الشكل عشان بعد كده يبقى ينزل بالنايت بتاعه المربع الاتش 5 ويحمي البيدق بتاع الاف. صعب علينا ناخده، ولكن الداتابيز مسجله اكتر ان هو بيرجع بهذا الشكل وضغط على البيدق عندي. بلعب انا الدي 4 وبفتح للبيشوب، عايز استعيد البيدق التاني. لما بياكل البيدق دوت بطور النايت، بيسحب النايت بتاعه عشان لو لعب لعبه زي كده هيبقى فيه الزيحه ديت وهيخسر قطعه، وبالتالي هو بيرجع بالنايت بتاعه. بزيح على البيشوب، البيشوب بيمشي ورابط النايت. اديني يا عم البدء بتاع الجنبيت، يبيت، اشيل الرخ، الوزير بتاعي من الرابطه، بعتذر، استعيد بالرخ، يرجع بالنايت، عايز ينقله مربع افضل، اجيب وزيري وفي ضغط قوي على البيدق، يحط النايت عشان يلغي هذا الضغط، اجوز رخاخ، يطلع بالبيشوب بتاعه، اشيل الملك بنقله وقائيه، مش عايزين يا عم كشات، طور النايت التاني بتاعه، ممكن اكل، ولما هو ياكل استعيد البدء بتاعي بالوزير، يطلع بالنايت مهدد الرخ. الاول اكل، يستعيد وزيره، وبعد كده اشيل رخ من التهديد، يستمر التفريع. لو فتحنا الانجن لينا 2 من 10 او 1 من 10 تفوق حلو ورضا، محدش لاقي. طيب تعالى نرجع من البداية ونشوف نقلة تانية. بعد ما باكل، احنا كل ده خدناه لما هو ياكل. تعالى ناخد حاجة تانية. ماذا لو لعب الاي 4؟ تعالى نشوف الاي 4 ديت برضو ليها افكار. اول فكرة ان البدء بتاعه دوت منعني من اني اتطور بالشكل الطبيعي بتاع النايت. عايز اتخلص منه لانه عامل لي ازعاج. بيقول لي مش هفتح لك الفايل بتاع الاف لو انا كنت اكلت، و انا بكده كنت انت تجيب بقى الرخ في الفايل بتاع الاف وتستفيد. يعني ما عملتلكش هذا الامر. طيب حاول تخصم من البدء فعلا، يطور النايت ويحمي البيدق، اكل البيدق وينزل هو بالنايت بتاعه زرعه في المعسكر عندي. اطور النايت التاني، يطور البيشوب ويقول لي مفيش تبييت، اضغط بالوزير بتاعي على النايت يحمي النايت، بالنايت التاني واضغط على النايت يجيب وزيره ويحمي النايت. ده انت رخم قوي.
اطور البيشوب بتاعي، لو اكل استعيد. ممكن ياكل هو النايت عندي وانا اكل، ولما هو ياخد يستعيد يعني وزيره، انا اخد الحصان ياخد هو بيدق، وكده احنا خالصين. اهدد الفيل يمشي، اديله كش يشيل الملك، ازرع النايت بتاعي في المعسكر بتاعه ومصعب عليه ان هو يطور النايت. يعني النايت بتاعه مش هينفع يروح هنا، هيسقط، مش هينفع يروح هنا، البدء منعه، مقدرينه بهذه النقلة برضو الحقيقة. بيفتح ممكن للرخ، بيدعم هيكل البدء بتاعه بيقويه. اطور البيشوب بتاعي، يسحب البيشوب عشان عايز يطور النايت. لو زحت، لو هو اكل البدء بكش يشيل الملك. ممكن افكر اجوز الخاخ، ما يسمحليش، شلناه يا عم الرخ. لو اكل ما عنديش مشكلة. اجيب الرخ بتاعي في عمود مفتوح، اجيب الرخ بتاعي في العمود بتاع الاف، يقدم مزيد من الدعم للبيشوب، ازيح عليه. لو اكل انا يضطر يزيل البيشوب بتاعه، ممكن اكسر، يستعيد بالرخ، يستمر التفريع. هو شبه تعادلي او في 1/10 لينا، مفيش ادنى مشكلة. طيب تعالى نقلتنا بسرعة من اجل ان احنا نشوف احنا خدنا دي. لو زاح برضو خدنا ديت. الله، امال هنفضل لنا ايه؟ فاضل لنا السي 6. وتعالى نشوف ايه اهم افكار. اسمها مبدئيا نيمزوفيتش مارشال كاونتر بلاي. هو بيقول لك كل يا عم وانا اطور النايت بتاعي، دنيتي جميله، معاك بيدق مؤقتا بس انا هستعيده. يعني دي فكرتها. طب انا بعمل ايه لما هو بيلعب؟ هطور النايت بتاعي، كل انت لو عايز. بياكل بيدق التاني وانا بطور النايت بتاعي كالمعتاد. البيشوب بتاعه بيقدم مزيد من الدعم للبيدق. بفتح للبيشوب بتاعي مبدئيا، يطور النايت، ساعتها انا اكل، يستعيد بالنايت. اجيب النايت بتاعي مهدد البيشوب يبيت الاول. ممكن العب لعبة زي بطور بقى يعني بقوي هيكل البادئ بتاعي، ينزل بالنايت بتاعه في المعسكر عندي او بيقرب، يعني بيحطه في مربع افضل. اطور البيشوب، يسحب البيشوب بتاعه عشان النايت كان ممكن يبقى مهدده، انا ابيت. النايت بتاعه بيسحبه وبيقدم مزيد من الدعم للنايت التاني. انزل بالنايت بتاعي في وسط معسكره، ممكن يتخلص من النايت بتاعي لانه شايفه قوي. استعيد قطعتي، ينزل بالنايت بتاعه وعنده جوز حصنة، اماكنهم يعني ممتازة برضو الحق يقال. اطور وزيري، يديني هذه الكش، اشيله. يجي بقى بالوزير بتاعه بيقدم مزيد ومزيد من الدعم للبيدق بتاع الاف، مش عايز يضحي بيه. طيب ابتدي اطلع الرخ بتاعتي، يجيب الرخ بتاعته. البيشوب بتاعي اضغط بيه على النايت، يقدم مزيد من الدعم للنايت بتاعه. افتح الرخ التانية، ممكن ناكل، ولما هو اكل بالنايت ممكن اكل بالشكل دوت، يكسر وزرة لا بأس. استعيد بالبيشوب بتاعي، يستمر التفريع. ولو فتحنا في هذا الشكل الوضع صفري، ولكل لاعب حظوظه في هذا الوضع. يعني ده كانت النقلة الرئيسية في الرفض الجنبيت، ان هو يلعب الدي 5. عنده نقلة تانية برضو ولاين اخر موجود، ان البيشوب بتاعه يروح للسي 5، وده بيسموه التفريع الكلاسيكي. بس هناخد ده في الحلقة الجاية. اتمنى تكون معلومة النهاردة ما كانتش كتيرة ولا حاجة، متهيألي كانت معلومات بسيطة. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسلة التي شرفت على الانتهاء. اشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.